ثاني الهدافين بعد النجم الكبير في الموسم الماضي الابره. انطلاقه عن طريق اللاعب اللي بيحاول موريس امامنا، موريس بيليه امامنا، خطره جدا خطره جدا جدا، ويسجل امامنا اونري سايفيه امامنا، يسجل في هذه اللقطه اول اهداف المباراه في مرمى البي اس جي بعد هذه الهجمه وهذه الانطلاقه والثقه اللي خدوها بعدما كان متفوق نادي بي اس جي ولم يسجل نادي بوردو هنا في هذه اللحظات عن طريق اللاعب السنغالي امامنا اهو اللي لعب وعمره 17 سنه امام لانسر اول مره مع الفريق الاول. ملعوبه حلوه جدا من بيليه، وامامنا الراسيه هنا لا في رقابه من سيلفا ولا ايضا من جاليت، كره ملعوبه ولوحده الراجل ويطلع ويحط راسيه وترتطم في القائم الايسر ثم في الشباك عشان يتقدم نادي بوردو حامل لقب الكاس متفوق على بطل الدوري بطل ليج سايفيه امامنا هنا يسجل اول اهداف هذه المباراه في الدقيقه 38. اونري سايفيه اللي تمت الضغط العالي الناجح واستخلاص الكره والتمرير، وادي امامنا ابره يعملها حلوه التعادل جاي وامامنا ايرفين اونجاندا امامنا البديل هو من يسجل في هذه اللحظات هدف التعادل. مؤشرات واضحه وابره بقى يلمس اللمسه السحريه واونجاندا بحماس الشباب وبرغبه احراز الانتصار لان التعادل ياتي في الدقيقه 82. ادي امامنا السعاده والفرحه جماهير بوكو جماهير الجابون في هذه اللقطات تبحث عن ايه؟ تبحث عن احراز بطوله، ولكن كما نتابع في اللقطه الماضيه اللمسه حلوه قوي من اونجاندا بعد التحرك، لكن بص شوف ابره بيعمل ايه واونجاندا البديل سجل في هيمارابي السويدي لكن يسجل اسمه ويسجل التعادل في وقت ممتاز. امامنا هو البديل يعطي للوران بلان اللي اداله الثقه ودفع بيه وتعدي الكره بين قدمي سيدريك كاراسو بعد ما سجل ابره التعادل والغي بداعي التسلل. وان كنت الوحيد اللي كانوا يسجلوه نادي بوردو لكن اصبح في هدف تعادل وبقت 1-1 النتيجه. لوكاس مورا يلف كره خطره وهي خلاص خلصوها نادي باريس سان جيرمان امامنا هنا. اذا الصفقات والاسماء تضع الكره في الشباك، لوكاس مورا يلعبها ونادي بوردو في الوقت القاتل بهدف قاتل، ولوران بلان في اول القابه مع فريق نادي البي اس جي. ادي امامنا باستوري ولوران بلان الرئيس الملقب بالرئيس، وبالفعل هدف يسجل في هذه اللحظات. امامنا هنا هدف تقدم وضربه راسيه من جانب اللاعب اليكس اللي وضعها. ادي امامنا اليكس كوستا اخطا في هدف الوحيد لبوردو للاعب سايفيه، وشوف اليكس يطلع فوق. اليكس كوستا لاعب تشيلسي ولاعب البي اس في وسانتوس واللي لعب مع المنتخب البرازيلي، لكن امامنا هنا بقى ياتي بهدف قاتل. اليكس كوستا يسجل هدف قاتل بضربه راسيه في الدقيقه